كيف نعرف البدعة؟ الأصل المتابعة، إلا إذا كان العمل ليس فيه متابعة فهنا يدخل في البدعة، وهي تكون في 6 أمور كما ذكر أهل العلم: إما في السبب، وإما في الجنس، وإما في القدر، وإما بالكيفية، وإما بالزمان، وإما بالمكان. كيف يكون هذا؟ أما بالسبب، من عود نفسه كلما صلى الفجر قام وصلى ركعتين، هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه. ولا أتكلم عن الذي فاتته سنة الفجر، أنا أتكلم عن إنسان صلى سنة الفجر وصلى الفجر، وبعد أن انتهى من صلاة الفجر وقال الأذكار قام وصلى ركعتين. نقول: لماذا صليت ركعتين؟ هذا الوقت ليس وقت صلاة، مع أن أصل الصلاة مشروع، لكن لا تشرع صلاة في هذا الوقت. إذن السبب غير مشروع، هذا بالنسبة للسبب. أما الجنس معروف بالأضحية. الأضحية في بهيمة الأنعام: إبل، بقر، الغنم، والأصل الغنم. لو جاءنا إنسان وضحى بفرس، بوعل، بزرافة، بدجاجة، نقول لا يصلح أبدا. الأضحية إنما تكون في بهيمة الأنعام. يقول الفرس أغلى، لحمه أطيب، أو نعامة يأتي بنعامة أطيب لحم وكذا، نقول لا تقبل. لماذا؟ لأن الجنس وهو الفرس غير موافق عليه، لا يوافق الشريعة. الأضحية في الشريعة إنما تكون في بهيمة الأنعام، فهذا إذن لا تقبل منه. لكن لو تصدق باللحم يجوز، لكن لا تكون أضحية. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة وهي بالقدر، موضوع القدر، الكمية. الآن عندما نتوضأ إما أن نغسل وجوهنا وأيدينا مرة واحدة، وهذا جائز وثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإما مرتين، وهذا أيضا ثابت، وإما 3 مرات. لو التزم الإنسان أنه كلما توضأ 4 مرات أو 5 مرات، نقول له: لماذا تفعل ذلك؟ قال: زيادة خير. نقول: لا، هذا القدر الزائد بدعة إذا التزم. هذا القدر الزائد بدعة، إذن زيادة في القدر. أو بالكيفية، تكون البدعة بالكيفية. كيف بالكيفية بدعة؟ الآن عندما نصلي نقف بين يدي الرب تبارك وتعالى، نكبر، ثم نقرأ الفاتحة، ثم نركع، ثم نرفع، ثم نسجد، وهكذا. لو أن إنسانا وقف وقرأ الفاتحة ثم سجد، ثم جلس، ثم سجد، ثم قام، ثم ركع، نقول: أنت ماذا تفعل؟ هذه الكيفية غير مشروعة، فهذه تكون بدعة هنا. الكيفية هذه غير مشروعة، إذن لابد أن يوافق الكيفية الشرعية. بقي عندنا الزمان والمكان. أما الزمان فلو أن إنسانا صلى قبل دخول الوقت ما يصلح، حج قبل دخول الوقت ما يصلح، ضحى قبل دخول الوقت لا يصلح. لماذا؟ لم يوافق الزمان. إذا لابد أن يوافق الزمان الذي شرعت فيه هذه العبادة. أما المكان فمن اعتكف في غير المساجد، اعتكف في بيته، اعتكف في دكانه، اعتكف في مكتبه، اعتكف بالشارع، هذا لا يصلح منه الاعتكاف. لماذا؟ لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد.